وفي جاري ام مركزها اول ما بطولة ستاند بطولة غرب اسيا بو منتخبين عشيقات هاي سوريا و يا براستي انه قلت كيف عم هات انه مباراة هالي دم جولبر واز امشار منتخب ومشار كانت بو امشار مباراة ليستم از نكاري مباراة خام كابليزم از مصاب از مباراة هالي دا كتم ومباراة قد تركز على لبنان ليستم كتكي هلال امشار بون از ولافا وجلنار ودلنايبون مباراة لبنانية ام تعادل شن 1-1 مجولبر جلنار جمر صنعان والحمد لله كيف عم قال لك انه اهلي مشجعين جمره. وقتی دست فوتبال کرد براستی گلک چیک دیتن انه زحمتی شاوا کچک بلیزه بس براستی مال باتام بشتامبو گلک مشجعان وحتى وكان هاجم انتقادات گلک تبينن والحمد لله انه اهلي كي قوم شجع بن جاكيرا يك گلک يخلو خوش بيا جاكيرا و استخوازم دمي بيش بيشتر كبم وما قالك زحمتي ديتن علينا دي بجي انه شاوا كچك دك بشامي بليزه ولو انه حتى نهاجي وام درت كبن بريده قالك زحمتيات بينن وحتى انه بصعوبات قلك جمر زحمتهم وقتي مدست فوتبول كر براستي هوايتان بو انه قلك محش طبيت كر ام دائما ام شارعي وولد ليستن دور ام كتنا ناديا قامش دلودا وتطور مرتشيبو وكيف ام قلك جميع سيرته وسخازم انه اجي بحقق انه حلمي خولز وكا ميسي بيش بكف. حاليا عم نحضر للدوري السوري للسيدات مع نادي الهلال. لعبت مع المنتخب أول مشاركة لي كانت مع المنتخب هي السنة مع الناشئات أخذنا المركز الأول. صنعت جول آية محمد على فريق لبنان سيدات لبنان. بصراحة كثير شعور حلو إنه أول مرة تشارك مع المنتخب وتاخذ الميدالية الذهبية أخذنا المركز الأول كان كثير حلو. كان شعور كثير حلو إنه تشارك مع المنتخب يعني أنت يعني تسجل فارق مع المنتخب صراحة ومع أول مشاركة كان شعور كثير حلو. أخذت 3 مرات هدافة 3 مرات على التوالي أخذت هدافة الناشئات مع نادي الأسايش وأخذت هداف أفضل لاعبة مع شابات الأسايش. أخذنا هاي الموسم 3 مراكز أولى كأس الإقليم وكأس السوبر ودوري السيدات في إقليم الجزيرة. حاليا عم نحضر بتحضير كثير قوي مع نادي الهلال إن شاء الله هاي السنة راح نفوت دخلة كثير قوية وإن شاء الله بدوري إلنا مع نادي الهلال. بعد بكرة إن شاء الله راح نسافر على دمشق اللي هي راح تكون هنيك راح نلعب المباريات البطولة إن شاء الله راح نحقق ونلعب أداء كثير حلو مع نادي الهلال ونقدر نسعد جماهيرنا. أهلي كثير شجعوني أول ما بلشت ألعب كرة قدم. ما نقدر نقول أهلي إنه أبي بس هو الأول شيء شجعني بس هلا الحمد لله العائلة كلها عم تشجعني. أنا كنت منضيعة كنت أجي هون على مركز التمارين كان في شوية صعوبات بالنقل كيف أروح كيف أجي وبنت لحالي بالطرقات. بصراحة أبي هو كان الداعم الأول دائما إلي كان دائما سندي حتى ما وصلت لهذا المستوى. الكل إنه صار يقول إنه بالأول ما كان معي بس هلا إنه أنا وصلت لهذا المستوى حققت حلمي الحمد لله. وبتشكر كثير أهلي وعائلتي وأبي أهم شيء.